السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بألف خير. هنعمل النهاردة مع بعض النجريسكو الخطير، وصفة سهلة جدا جدا وبسيطة، ما بتاخدش مننا اي وقت، طعمه حلو قوي قوي وتغيير في روتين الاكل بتاعنا. فبجد جربوه هيعجبكم بطريقتي كمان. بصوا هتلاقوا من جوه طعمه تحفه جدا، والبشاميل والفراخ متبله تتبيله حلوه قوي. عايزه اقول لكم ان احنا خرجنا اكلنا بره، فابني طلب نجريسكو، مش قادره اوصف لكم طلب النجريسكو تمنه قد ايه، مع انه سهل جدا ومكوناته سهله جدا، خطواته سهله جدا جدا، فنعمله لاولادنا بابسط طريقه واحلى طعم كمان. طبعا قبل ما اقول لكم على الطريقه، عايزاكم تدخلوا تشتركوا في القناة لو مش مشتركين، وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل فيديوهاتي. تعالوا معايا نشوف طريقة النجريسكو وخطواته ازاي. اول حاجه عندي هنا، اول خطوه في خطوات النجريسكو، انا عندي حله او وك او طاسه هنعمل فيها اول حاجه الفراخ بتتبيله سهله جدا وطعمها حلو جدا جدا. هنحط معلقتين من السمن وشويه من الزيت، عندك زبده مفيش مشكله حطه. هننزل عليها بقطع صدور متقطعه صغير او شرايح زي ما انتوا عايزين، الكميه اللي تناسبكم. اول حاجه هنعمل للفراخ زي صدمه كده معانا في الزبده والزيت، او في السمن والزيت. هنعمل لها صدمه، وبعد كده هننزل بباقي المقادير. عايزه اقول لكم ان الفراخ ما بتاخدش وقت خالص على البوتاجاز، فهي اقل من 5 دقايق وهنكون خلصنا الوصفه بتاعتنا. طعمها مختلف خالص عن المكرونه بالبشاميل، ده ليه طعم وده ليه طعم مختلف تاني. طبعا الفراخ لما نزلتها علشان تتشوح تبلتها علشان التتبيله تشرب منها. انا نزلت عندي بشويه ملح وفلفل اسود وشويه جوز الطيب وشويه بهارات فراخ، وهقلب تقلبتين كده لغايه صدور الفراخ عندنا ما تتشوح، وبعدين هنزل بباقي المكونات. دي اول خطوه معانا. مهم قوي نتبل الفراخ بالتوابل بتاعتنا قبل ما ننزل باقي المكونات علشان تتشرب، وكمان لما بتتحمص التوابل في الزيت والسمن الاول بتطلع الروايح اللي فيها وبتدي طعم حلو قوي وتست حلو قوي لاي وصفه. طيب انا كده هنزل بالبصل، معايا بصله حلوه كده متقطعه حلو، وطبعا عايزين تقطعوها شرايح مفيش مشكله. الاكل ده بتبقى على حسب رغبتك وعلى حسب ذوقك، يعني مش قاعده معينه. اي اكل في الدنيا وخصوصا الاكل العادي بتاعنا ده، دي ممكن تعملي اي افتكاسه انت تحبيها، بتحسي ان انت في التوابل ماشي، تحطي ايه قبل ايه مفيش مشكله، كلها بتبقى على حسب ذوقنا. طيب في هنا 4 فصوص من الثوم، عايزه تدقيهم ماشي تمام، يبقوا مفرومين يبقوا متقطعين صغير خالص مفيش اي مشكله. وهنقلبهم معانا. يبقى كده حطينا الفراخ وتبلناها شويه بالتوابل وشوحناها شويه، وبعد كده نزلنا بالبصل وفصين الثوم. احلى حاجه في الوصفه دي كمان الفلفل الالوان، حلو قوي قوي وهيدي طعم حلو قوي. انا عندي هنا فلفل احمر وفلفل اصفر وفلفل اخضر، وهنشوحهم مع بعض مع الوصفة بتاعتنا. الفلفل كمان بياخد من طعم التوابل وبيبقى طعمه في منتهى الجمال مع التوابل بتاعتنا. كمان لونه حلو قوي في الوصفة بتاعتنا، والالوان طبعا العين بتاكل قبل البق، فبتدي الوان كده مبهجة كلها في بعضها كده، وبتزود لنا كمان الكمية، بيبقى طعمها حلو قوي، بتبقى شاربة من كل التوابل. اخر حاجة هحطها هي طماطم متقطعة صغير، برضو بتدينا تيست حلو قوي في الاكل. معلش الصورة مهزوزة شوية، بس ابني الصغير هو اللي بيصور لان الكبير مش موجود، فتحسوا ان الصورة مهزوزة شوية، بس كويس ان هي وصلت لكده. طيب خلاص كده كده الفراخ بتاعتنا جاهزة. طبعا شايفين الواناتها جميلة قوي. تعالوا معايا علشان نعمل البشاميل بتاعنا. هنا البشاميل بتاعنا هنحط 4 معالق من السمنة او الزبدة زي ما انتوا عايزين. هنحط معاهم 4 معالق من الدقيق، يبقى معلقة السمنة عليها معلقة من الدقيق، وهنقلب كويس قوي. مهم قوي ان انا لما اقلب بمضرب سلك علشان ما يكلكعش مني. استحالة انه يكلكع منك، الناس اللي بتشتكي البشاميل اللي بيكلكع، لا ابدا، لو معاكي المضرب وايدك فيه على طول مش
مش هيكلكع منك. انا ضفت معلقه من الدقيق تاني لان كنت محتاجه ان انا ازود شويه بشاميل. هقلب كده حلو قوي قوي قوي، وما ينفعش ان احنا نعمل البشاميل ويكون الدقيق ناشف، لا تكون بنفس السماكه دي. وهقلب حلو. طبعا عندي لبن هحط على البشاميل، مجرد ما ريحته تطلع ويبتدي ان هو اشم ريحه الدقيق، اروح نازله على طول بنص لتر من اللبن. هقلب حلو قوي. طبعا كلنا عارفين ان البشاميل اللي بيتعمل ازاي. وحطيت اللبن، وكان في مقطع بحط فيه برضو طبق من الشوربه. لو عندك اي مرقه في البيت بتدي طعم وتست حلو قوي. طيب هقلب كده حلو قوي قوي قوي. وهتبل البشاميل بتاعي. عندي ملح وعندي فلفل اسود. وعايزه اقول لكم ان انا الفلفل الاسود دي انا حاطه فيه رشه من جوز الطيب في الفلفل عموما. يعني عندي جوز الطيب لوحدها، وبرده بحط فلفل على الفلفل الاسود بحط جوز الطيب، فبتدي طعم حلو قوي لكل الاكل. عندي معلقه كبيره من المرقه الفوريه. عندك مكعبات مفيش مشكله، كلها بتدي تيست حلو جدا جدا للبشاميل. انا مش عايزاه بشاميل تقيل، بشاميل يكون حلو ولا خفيف ولا تقيل. وخلاص كده هيغلي غلوتين وهطفي عليه، ويكون كده كل مكوناتنا جاهزه على الترتيب في الصينيه بقى. خلاص كده عندي هنا صينيه بايركس بنحط فيها شويه من الزيت. هو خدوا بالكم مفروض اني احط بشاميل في قاع الصينيه، بس انا نسيت خالص. بس هو دايما اي حاجه فيها بشاميل لازم تحط في قاع الصينيه بشاميل، علشان البشاميل اولا ما يخليش اي حاجه تلزق. هي اوريدي البايركس ما بيلزقش فيها اي حاجه، بس المكرونه هتستوي فيها ومش هتنشف. اما لما تحطي زيت بس او تحطيها كده هتلاقيها نشفت من تحت من النار. اما لو في بشاميل ما فيش مشكله. طبعا انا عندي هنا مكرونه سباكيتي مسلوقه. عامه النجريسكو بتبقى بالمكرونه الاسباجيتي، بس في ناس بتحط مكرونه قلم، مفيش مشكله، على حسب انتوا بتحبوها ايه. مش هتفرق. بس الاصل بتاع النجريسكو ان هي بتكون بالمكرونه الاسباجيتي، طبعا مسلوقه الكميه اللي انتوا عايزينها ومتصفيه وزي الفل. خلاص كده انا حطيت جزء من المكرونه، هحط كمان جزء من البشاميل. زي ما انتوا شايفين كده البشاميل قوامه حلو، ولا هو خفيف ولا هو تقيل، بشاميل حلو قوي. وهحط يعني زي ما نقول كده نص البشاميل بالكبشه بتاعتنا كده، وهناخد نص البشاميل. قبل ما ارتب اي حاجه في الصينيه مهم قوي اني ادوق كل المكونات. يعني ادوق الفراخ بتاعتي تكون مظبوطه جدا، البشاميل بتاعي يكون حلو، علشان خلاص كده اللي انا هحطه هو ده اللي هيتاكل. لا هينفع نحط فيه ملح ولا هينفع ان احنا يكون مالح. خلاص. فمهم قوي ان انا اظبط حاجتي قبل ما ارتب الصينيه مع بعض. خلاص كده زي ما انتوا شايفين انا حطيت جزء من البشاميل، وهحط بقى في النص كده هحط المكرونه، هحط الفراخ بتاعتي. الفراخ عايزه اقول لكم ان ريحتها تجنن، ريحتها حلوه قوي، وكمان الواناتها حلوه قوي، الالوان حلوه والطعم حلو. فهي تغيير وملهاش علاقه خالص بالمكرونه بالبشاميل، عشان محدش يقول ان هي شبه المكرونه بالبشاميل. لا، دي طعم ودي طعم مختلف خالص خالص خالص، ملهاش اي علاقه ببعض، بس بيبقى تغيير بس في الاكل بتاعنا. خلاص كده انا حطيت الفراخ بتاعتي في النص، وهنكمل باقي الوصفه. الحاجات دي يا جماعه بناكلها غاليه جدا جدا في المطاعم، مش عارفه ليه، مع ان احنا المفروض ان احنا نعملها في البيت. سهله جدا وبسيطه وما بتاخدش مننا اي حاجه، وبترمي معايا كميات. يعني الطبق اللي احنا اكلناه النجريسكو ده كان طبق صغير جدا جدا وبمبلغ وقدره، يعني كمان مش زي ما احنا بنعمل. طيب في هنا في النص كده انا بعد ما حطيت الفراخ بتاعتي ممكن نحط الحاجات اللي تعجبنا. انا هنا عندي ميكس جبن، حطيت ميكس جبن رومي، موتزاريلا، شيدر. ده ميكس جبن على بعضه، فحطيت في النص كده بيديلي تيست وطعم حلو قوي. عايزه اقول لكم ان في خلطه الفراخ ممكن برضو نحط الحاجات اللي احنا بنحبها. يعني في ممكن نحط مشروم، لو عندنا مشروم بيدي تيست حلو قوي. المشروم حلو قوي قوي مع الفراخ. ال
النجريسكو او مع اي وصفه. المشروم حلو، انا ما كانش متاح عندي مشروم فما حطيتش مشروم. في كمان ممكن نحط زيتون، شرايح زيتون مخلي، نحطها برضو في قلب الوصفة، بتدي تست وطعم حلو قوي قوي. طيب انا حطيت هنا جزء تاني من المكرونة بتاعتي، علشان خلاص كده هقفل الصينية بتاعتي. طبعا انا مولعة الفرن بتاعي علشان ادخل فيه الصينية. زي ما قلت لكم حطوا اللي تحبوه، بس انا ولادي اولا ما كانش عندي مشروم فما حطيتش، ولادي كمان ما بيحبوش الزيتون فانا ما حطيتش زيتون، ولادي بينقوه بيطلعوه. خلاص كده اخر طبقة من فوق حطيت فيها بشاميل وغطيتها بالبشاميل، وبعدين هحط من فوق ميكس الجبن تاني برضو بيديني طعم حلو قوي وبيديني مطة حلوة قوي. طبعا زي ما قلت لكم الفرن بتاعي شغال ومتظبط علشان احط فيه المكرونه. خدوا بالكم كل حاجه مستويه في المكرونه، فهي مش بتاخد وقت خالص خالص علشان ما تنشفش مني في الفرن. مجرد ما هحطها يعني نص ساعه بالكتير قوي ريحتها تطلع، وريحتها بتبقى خطيره، وبعدين نطلعها ونقطعها مع بعض ونشوف شكلها عامل ازاي. دي كده طبعا حطيتها نص ساعة، مش اكتر من نص ساعة. زي ما انتم شايفين اتحمرت وبقت زي الفل، وطعمها حلو قوي قوي، عجبت الولاد. طبعا انا بعملها على طول، بس قلت اصور لكم علشان برضو تاخدوا طريقتها، وطريقتها سهلة جدا حلوة قوي. كمان تنفع في العزومات، لو عندكم عزومات بتنفع حلو قوي. خدوا بالكم طلعت خرطة معايا لاني انا طافية عليها بقالي شوية كتار، فعلشان كده طلعت خرطة. اما لما بتطفوا عليها وتيجوا تقطعوها بتلاقوها سايحة. انا بالنسبة لي بحبها السايحة، بتبقى حلوة قوي، وبرضو في القطع بتبقى طعمها حلو قوي. الفراخ حلوة قوي والنجريسكو حلو قوي قوي وطعمه جميل وينفع في العزومات. طبعا عايزاكم يا رب تكون الوصفة عجبتكم، ويا رب يكون طريقتي عجبتكم. وما تنسونيش في اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس علشان يوصل لكم كل فيديوهاتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.